عمرك حبيت حد وكنت عارف ان حبك ده غلط؟ كنت كل يوم تقولي لنفسك المرة دي انا هبعد، كل مرة ترجعي اكتر من الاول. انا عملت كده وما كنتش اعرف ان النهاية هتكون دم ووجع وندم وملوش اخر. انا مش بقول حكايتي عشان تعذروني ولا عشان ابرر اللي حصل ولا حتى عشان ادي نفسي اي عذر، بس في حاجات لما بتبدأ مفيش زرار اقدر ادوس عليه ويرجعني لورا. كل اللي اقدر اقوله ان اللي كنت فاكراه حب هو اللي قلب حياتي الجحيم وخلاني اشارك في اكبر غلطة ممكن ست تعملها في حياتها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قصتنا النهاردة من قصص حكايات شيقة، قصة حقيقية حصلت بالفعل، ويلا بينا نبدأ قصتنا بتقول: انا اسمي ولاء، عندي 32 سنة، متجوزة وجميلة جدا، واحلى حاجة فيا ان انا ذكية قوي وبحب النظام قوي في حياتي، لدرجة ان اي حاجة غلط انا بعملها محدش بيعرف يمسك عليا اي غلطة، وبعرف كويس قوي اخلي اللي قدامي يشك في نفسه ان هو اللي غلط وان هو اللي بدأ بالغلط. وده اللي انا عملته بالظبط في حياتي، وبالتحديد في جوزي. ما تستغربوش، انا اللي خليت حسن جوزي يقرب من صاحبه قوي ويشتغل معاه كمان ويعزمه كتير عندنا في البيت. كل ده وانا ماليش دعوة بأي حاجة حصلت بعد كده. مش قلتلكم ذكية؟ بس صدق اللي قال مفيش ذكاء في الشر بيكمل، لان هيجي يوم وكل ده هيتفضح، وكل ده هينتهي بخراب وبدم وبجريمة. انا جوزي اسمه حسن، كان جاري في القرية اللي انا عايشة فيها. كان شاب لقطة كده زي ما بيقولوا، مفيش واحدة في القرية تقدر ترفضه. عنده 36 سنة ووصل لحد السن ده من غير جواز، لحد ما شافني طبعا اتهبل عليا. ورغم ان حالته المادية دي كانت حلوة قوي، يعني يقدر يتجوز قبل السن ده، بس هو عشان كان بيصرف على اخواته وامه فكانت حالته المادية يعني كويسة، وفي نفس الوقت استنى لغاية ما جوز اخواته البنات. في الوقت ده كان عمل لنفسه بيت ملكه وعنده ارض كمان ورثها من ابوه، كان شغال فيها وبياكل منها عيش يعني، وعنده بيت ملكه زي ما قلتلكوا. والبيت ده كان بيطل على الارض الزراعية بتاعته. اتقدم لي حسن عشان كان شايف ان زي ما قلتلكوا ان انا لقطة يعني من عيلة وبنت جميلة، ويعتبر جميلة جميلات القرية كمان. وعشان هو ظروفه المادية كانت حلوة انا وافقت عليه على طول، عشان كنت شايفة يعني ان اهم حاجة في الحياة وفي الجواز هي المادة، ان العريس اللي يتقدم لي يكون ظروفه كويسة ويعيشني حياة كويسة. هو بعد الجواز لما تقدم لي اهله كانوا فرحانين بيه قوي، انه اخيرا بقى لقى بنت الحلال وهيتجوز ويفتح بيت، وده اللي امه كانت نفسها فيه. اما اهلي انا فبرضه كانوا فرحانين بيه قوي، لانه كان محترم ومتدين وفي نفس الوقت جاهز وحاجته كلها جاهزة وكاملة من مجاميعه، حتى بيته كان متوضب وكامل. هو اتجوزنا جوازة عقل. هو ما كانش بيحبني ولا حاجة، كان شايف بس ان انا مناسبة وان انا حلوة وجميلة وكده. هو انا كمان كنت شايفة ان هو مناسب ليا. حياتنا كانت ماشية عادية وهادية جدا، بس انا كان عندي مشكلة كبيرة، ان انا كنت دايما مزاجية، يعني شوية بكون كويسة ومبسوطة، وساعات تانية كتير بحس ان انا مخنوقة ومتضايقة وعايزة اعيط، وحاجات كتيرة حواليا مش طايقاها، ومش عارفة ليه كنت كده بصراحة. ساعات كتيرة كنت احس ان انا بحبه وما اقدرش اعيش من غيره، وساعات تانية الاقي نفسي ان انا مش طايقاه ولا حتى بحبه ولا حابة حياتي معاه. بس هو بصراحة كان بداية جوازنا كان بيحبني جدا لدرجة العشق يعني،
وطلباتي كانت عنده كلها أوامر، مستحيل يقدر يرفض لي طلب ولا حتى يعترض لي على حاجة. ورغم كده ما كانتش حياتنا يعني خالية من المشاكل، بس كلها مشاكل عادية زي أي اتنين، على المصاريف، على في بداية جوازهم، نقر عادي بين أي اتنين متجوزين. بس المشكلة اللي بجد اللي حصلت وانا هدفع تمنها غالي بعدين، هتعرفوها كمان شوية، هو ان انا دايما ما كنتش بحب حد من اهلي او من اهله يتدخل في حياتنا. ولو في مشكلة كنت دايما بحب ما احكيش لحد من اهلي ولا من اهله يعرفوا حاجة عننا. وده بصراحة كان اكبر غلط انا وقعت فيه، لان المفروض اي مشكلة كنت احكي لاهلي مش للغريب. اوقات كتيرة كنت ببقى عاوزة اعيط ومخنوقة من غير سبب، وبرضه لا احكي لاهلي ولا حد من اهله. ودايما كنت مفهمة حسن ان انا مش بحب حد يعرف عني حاجة، ومفهماه ان لو حد من اهلك او من اهلي عرف حاجة، القرية كلها هتكون عرفت، وكل اللي احنا هنحكوه سرنا هيبقى في القرية كلها. لاني كنت مفهماه ان اهله بيتكلموا وبيحكوا كتير، ونفس الكلام اهلي انا كمان، عشان ما يفكرش يعني يروح يحكي ولا مشكلة ولا اي حاجة لحد من اهلي. ساعات كتيرة لما كان يلاقيني مودي وحش ومخنوقة يقولي طب يلا نروح عند اهلك غيري جو، او حتى تعالي امشيكي شوية نشربوا عصير. كنت اقوله لا، انا لا عايزة اخرج ولا عايزة اتكلم مع حد. وكنت ببقى فاهمة ان هو بيوديني هنا او هنا عشان احكي وافضفض باللي مضايقني، بس انا كنت برفض عشان ابقى لوحدي. وفعلا اللي كنت بكون حاساه وقتها يعني مش كلام، انا فعلا كنت ببقى حاسة ان انا مخنوقة وعايزة اكون لوحدي، مش حابة ان انا اتكلم مع حد ولا حابة ان انا احكي لحد حاجة. لحد ما حسن بقى طول الوقت يقولي انا زهقت بصراحة واحترت فيكي، انا ما بقيتش فاهم ولا عارف انتي عاوزة ايه بالظبط، انتي مبسوطة ولا انتي زعلانة؟ انتي بتزعلي من غير سبب، انا بلاقيكي بتعيطي من غير سبب، انا مش فاهم كل ده ليه. وبصراحة يعني هو كان عنده حق. انا كمان كنت مش فاهمة نفسي، مش فاهمة هو انا ليه كده، ومش فاهمة انا ليه بقيت وحشة قوي كده، مزاجية وعلى طول بعيط وعلى طول متضايقة. مش عارفة، ممكن يكون ضغوط حياة، برضو مش عارفة. وفضلنا على حالنا ده حوالي 3 سنين في نقار انا وهو طول الوقت. في الوقت ده كان بقى معايا ولدين، وانا كنت بحاول بقى اعيش واتعايش مع اي ظروف انا فيها واي تضارب نفسي جوايا واي حاجة، ممشية البيت وخلاص وحياتي، وهو بقول هي عيشة وخلاص. لحد ما ظهر اللي هيغير حياتي خالص وهيقلبها رأسا على عقب. حسن بعد فترة تعب وراح كشف بعدها وعمل اشاعات، اكتشفنا ان هو عنده مشكلة في ظهره، وكان شغل الارض يعتبر تقيل عليه، وفي نفس الوقت ما ينفعش يقعد في البيت ولا يريح. في الوقت ده كان صاحبه عماد نزل من السفر، وده بقى كان حسن على طول بيقولي ان هو اقرب حد له، كان دايما بيعتبره اكتر من اخوه. وعشان حسن ما كانش عنده اخوات صبيان، فكان يعتبر ان عماد دوت صاحبه واخوه بجد. وعلى طول يقولي ان هو لو عنده اخ من امه وابوه عمره ما هيكون معايا جدع كده زي عماد، وكان بيثق فيه جدا. ساعتها صاحبه عماد لما عرف انه تعبان وبقاله يومين ما نزلش الارض، جاله عشان يزوره. وقتها حسن كان صعبان عليه قوي، وكان صعبان عليه نفسه في نفس الوقت، وصعبان عليه ان هو مش هينفع يقعد في البيت اكتر من كده عشان الارض، وما يقدرش يسيب الارض اكتر من كده. وهو بيحكي لعماد الكلام ده، عماد قال له خلاص ما تشيلش هم، انا هساعدك في الارض، انا كده كده لسه مش هسافر دلوقتي، قدامي حوالي 2 أو 3 عبال ما اجدد وكده. حسن ساعتها فرح قوي وقال له والله انت جيت فعلا في وقتك يا صاحبي، انا فعلا ما كنتش عارف هعمل ايه، وما كانش ينفع اشوف حد غريب يشوف الارض ويشوف طلبات الارض يعني ولا يساعدني. ساعتها شفت حب عماد لحسن وخوفه عليه كبر في نظري قوي،
وحسيت بحاجات ما كانش ينفع ان انا احسها، حاجات غريبة شوية. بس دايما احساسي ما كانش ثابت. زي ما قلتلكوا انا مزاجية، شوية مبسوطة وشوية زعلانة، شوية بحب وشوية بكره، ومش شايفة في حياتي حاجة حلوة يعتبر. وبعد يومين نزل حسن شغله تاني، وكان معاه عماد طبعا بيساعده كل يوم في الأرض، لحد ما في يوم اختلفوا مع بعض هما الاتنين وشدوا مع بعض عركة جامدة، وكانت مشكلة كبيرة بينهم ساعتها. ورغم انهم صحاب جدا، بس كل واحد فيهم كان في حاله ورافض ان هو يعاتب التاني او يتكلم معاه حتى، او حتى يتصالحوا. انا بصراحة زعلت عليهم لما بعدوا عن بعض، لانهم كانوا يعتبروا فعلا اكتر من اخوات. وكنت شايفة ان عماد بيحب حسن بجد وقريب منه وسند ليه زي ما بيقولوا يعني. حاولت اتدخل ساعتها واصلح ما بينهم، وجبت رقم عماد وبدأت ان انا اتكلم معاه واحاول اصلح مشكلتهم مع بعض. وفضلنا نتكلم انا وهو كذا يوم. طريقة كلامه وطريقته مختلفة. حسيت ان انا بدأت اتشدله، حسيته حد حنين وجدع وينفع يكون سند للي حواليه. وفي نفس الوقت هو بقى معجب بطريقتي وتفكيري، وان انا دماغي كبيرة قوي كده. وقتها قدرت فعلا اصلح ما بينهم. وساعتها بعد ما الدنيا هدت ما بينهم، قلت لحسن ايه رأيك لو تعزم عماد يتغدى معاك يوم، اهو منك يعني اكنك يعني بتصلح علاقتكم ببعض وبتصلح المشكلة اللي حصلت، وفي نفس الوقت انك ما تخسروش، خصوصا ان انت شايف ان هو فعلا جدع معاك وان هو بيحبك بجد وشايل همك وهم ارضك، ولا كأنه اخوك اللي بجد. وزي ما قلتلكوا عشان انا بحب كل حاجة مظبوطة ومحدش يمسك عليا غلطة، كنت بتصرف بحساب قوي. المهم ان كل حاجة انا ما كنش فيها غلطانة. واهم حاجة كنت بعملها اني قدام اي حد كنت بعامل حسن احسن معاملة، واي حد يشوفنا يقول ان احنا ما فيش ما بيننا اي مشاكل، وان يشوفنا يقول ان احنا بنحب بعض جدا وان احنا مبسوطين مع بعض قوي. اما الداخليات دي محدش كان يعرفها خالص، غير طريقتنا في البيت مع بعض خالص. عشان انا دايما ما كنتش بحب حد يعرف عني وعن حياتي اي حاجة، مبسوطة سعيدة مش سعيدة ما حدش يعرف اصلا. بس حسن دايما كان متحفظ جدا ان علاقته بصاحبه تكون برا البيت. بس انا عرفت اقنعه ان لازم يعزمه عشان يتصالحوا ويصفوا اللي ما بينهم. وعشان هو ما كانش زي ما قلتلكوا بيرفض لي اي طلب، عمل بكلامي فعلا وعزمه، وقعدوا فعلا اتغدوا مع بعض وتصالحوا وصفوا كل حاجة بينهم. وساعتها انا كنت فرحانة قوي ان انا عرفت فعلا اصلح ما بينهم. وساعتها عماد كان مبهور جدا بيا وبأكلي وبدماغي وبنظامي في البيت وكل حاجة بقى، في الوقت اللي حسن اصلا كان بعيد عني، لا بيهتم لا بلقمة ولا بأكل ولا بيشكر في أكلي ولا حتى في ترويقة عملتها ولا في أي حاجة بعملها. ودايما شايف ان ده واجبي، مش مفروض ان هو يشكرني عليه، ولا مفروض حتى ان هو يقولي حتى كلمة حلوة ولا تسلم ايدك، وكأنه عيب مثلا او حرام ان هو يسمعني كلمة حلوة. ومع الوقت حسن بقى كل يوم والتاني الاقي جاي وجايب معاه عماد ويقولي يلا بقى حضرلنا ناكله. مرة يجيبوا على غدا، مرة يجيبوا على عشاء، مرة يجوا في البيت يقعدوا عشان يتحاسبوا في حسابات وشغل ما بينهم، ويفضلوا سهرانين مع بعض. وتقريبا كده بقى جزء من حياتنا. لحد ما في يوم بعد ما خلصوا غدا، عماد كان لماح جدا وبيفهم اللي حواليه وذكي قوي. اليوم ده كنت انا وحسن متعاركين وما بنكلمش بعض، بس ما كناش بنحاول نبين اي حاجة. بس عماد حس بقى ان في حاجة، وفي ان احنا متعاركين او في مشكلة ما بيننا. وساعتها سأل حسن، بس حسن قاله انا تعبت، انا زهقت من الحياة دي. على طول الهانم مش طايقاني ولا حاسس ان انا متجوز اصلا، وعلى طول يا اما حزينة يا اما مشغولة يا اما مهمومة. هو ممنوع طبعا ان انا احكي لاهلها ولا حتى اشتكي ولا حتى فضفض مع حد منهم.
عشان ساعتها هتزعل وهتركبني الغلط وتقول ان انا اللي غلطت. ساعتها لقيت عماد بيقول لي ابني نادي يا حبيبي ماما. رحت وقعدت معاهم ساعتها، وانا طبعا كنت سامعة كل الكلام اللي هما بيقولوه وانا في المطبخ. ساعتها قعد يقول لي انتي عارفة طبعا انا زي اخوكي واخو حسن، مش هيزعلك ان انا اتدخل ولا احاول اصلح ما بينكم. قلت له لا طبعا مش هزعل. وقعدنا ساعتها نتكلم، وكان كل كلام حسن بيحاول ان هو يغلطني ويطلعني ان انا غلطانة وان انا وحشة. ساعتها قلت لعماد لا، انا لما بكون كويسة وفاضية اليوم ده هو بيرجع من بره لا سلام ولا كلام، وبيدخل حتى ولا ياكل لقمة ولا اي حاجة، وبيدخل ينام على طول ويصحى الصبح عشان يجري ينزل على الارض، وبرضه من غير لا سلام ولا كلام. ده اللي انا دايما كنت بعمله زي ما قلتلكوا، ان انا بحاول اركب اللي قدامي هو الغلط، مش انا اللي ابقى غلطانة. ولما حسن ساعتها حاول يبين ان انا مقصرة، خليته هو اللي مقصر، وان انا صابرة ومستحملة ومش بشتكي ولا بتكلم. ومن هنا بدأ عماد يتشدلي، وبقينا بنتكلم دايما مع بعض. غصب عني انا كمان اتشدت له، كان مهتم بيا جدا وبكلامي، حاسس بكل كلمة انا بقولها، ونظراته كانت كلها اهتمام بيا، ودايما بيسأل عليا، ولو زعلانة او مودي وحش كان دايما بيغير لي مودي وبيهون عليا بكلامه. ومع الوقت كنت مستغربة نفسي، هو انا بستناه يجي ويقعدوا مع بعض يتغدوا او يتعشوا او يهزروا هو وحسن، هو لما كان ما يجيش كنت بحس ساعتها ان البيت فاضي وكأنه هو بقى روح البيت. مشاعري وقتها كانت متلخبطة جدا، كنت خايفة من نفسي قوي اكتر من اي حد تاني. هو من يوم عركتي انا وحسن هو عماد بقى عندنا على طول، وبنشوف بعض دايما، وكل مرة كنا بنقرب اكتر، وكل مرة كلامنا كان بيزيد. عماد كان بيقول كلام انا عمري ما سمعته، كان شايفني بجد وبيحس بيا، لحد ما في لحظة ضعفي صدقت قلبي وصدقت ان هي دي المشاعر اللي انا كنت مستنياها. وفي يوم وليلة بدون اي مقدمات المسافات بدأت تختفي اكتر من اللزوم، والكلام بينا زاد، وكل مرة كنت بحس ان في حاجة بينا غريبة ومش مفهومة، لدرجة اننا بقينا مش عارفين بعض. وكل مرة كنت بقول لنفسي خلاص، لا بجد دي اخر مرة. بس ولا مرة كانت اخر مرة، وكل مرة بنرجع تاني، وكأن القدر بيشدنا غصب عننا، وحسن ولا حاسس ولا فاهم ولا حتى شك اصلا، وبقت دي حياتنا. وانا هنا مش غلطانة في البداية، حسن اللي غلطان لما حكى كل حاجة عن حياتنا لعماد، ولما دخله بيتنا، وزي ما بيقولوا كده حط النار جنب البنزين. في اسرار ما كانش ينفع حسن يحكيها لحد ولا حتى لأهله ولا لأهلي، بس هو حكاها لصاحبه، هو اللي جاي كله هو السبب فيه مش انا. مع الوقت عماد بقى متضايق من وجود حسن، وقرر ان احنا نكمل بس من غير حسن. وحسن الوقت ده كان مبسوط قوي، لانه كان شايفني طول الوقت مودي حلو ومبسوطة ونفسيتي كويسة عكس الاول خالص. لحد ما لقيت عماد بيكلمني وبيقولي ان احنا لازم نخلص. ساعتها قلتله وشرطت عليه، قلتله انا ماليش دعوة باي حاجة، انا مش عاوز اعرف اي حاجة خالص عن تفاصيل اللي انت ناوي تعمله. قال لي ليه؟ قلتله هو كده، انا مش عاوزة اعرف اي حاجة خالص، انا عايزة اتفاجئ. قال لي خلاص يومين كده هرتبها وهقولك، هرتبها بس كويس واقولك الحوار اللي هيمشي ازاي من غير ما حد يشك في الموضوع ولا الموضوع يكبر اصلا مننا. وعدى يومين ولقيت عماد بيكلمني، هو قال لي اعمل ايه بالظبط، وانا بدأت انفذ اللي هو قال لي عليه على طول. في نفس اليوم اخدت العيال ورحت زيارة لحماتي، وساعتها لما سألتني على حسن قلت لها كويس،
قالت لي ده كان على طول بيعدي عليا، بقاله كام يوم بطل، ولا بيجيلي ولا بيسأل عليا. قلت لها مش عارفة يا حماتي، بس هو فعلا بقاله كام يوم أحواله كده متغيرة ومتبدلة، بيرجع من بره متأخر وعلى طول سرحان، ويدوب ياكل لقمته وينام على طول. وده كان جزء أو بداية يعتبر من اللي عماد قال لي عليه أعمله. في نفس الوقت عماد في يوم كانوا بيتعشوا سوا هو وحسن، وكانوا بيتكلموا على المصاريف والغلا والكلام ده. ساعتها عماد قال له ايه رأيك لو تشاركني؟ قال له اشاركك في ايه؟ قال له انا شغال مع ناس كبيرة قوي وبنحفر وبنطلع آثار. حسن ساعتها خاف وقال له لا يا عم، انا ماليش في الحاجات الخطر دي، انا ليا في السكك الدغري، ماليش في الحاجات اللي فيها قلق. ساعتها عماد فضل يقنع فيه، عماد من جنب وانا من جنبه، فضلنا نزلنا على ودانه ونقنع فيه لحد ما فعلا اقتنع. وساعتها كملت انا بقى باقي الخطة ورحت تاني زيارة لأمه، بس المرة دي عملت نفسي ان انا زعلانة ورايحة يعني افضفض معاها. وهي اول ما شافتني وشافت وشي مقلوب على طول سألتني مالك يا بنتي، العيال كويسين وحسن كويس؟ قلت لها اه يا حماتي هما كويسين، بس حسن مش كويس. قالت لي ليه في ايه؟ قلت لها انا خايفة عليه قوي. قالت لي في ايه يا بنتي قلقتيني، اتكلمي على طول. قلت لها حسن يا حماتي بقاله فترة كده بيرجع متأخر زي ما انا قلتلك، بس المصيبة بقى ان انا لما دورت وراه عرفت سبب رجوعه متأخر. قالت لي في ايه، اتكلمي على طول يا بنتي. قلت لها اكتشفت مصيبة يا حماتي. قالت لي ايه، متجوز عليكي؟ قلت لها لا يا ريت. قالت لي امال ايه؟ قلت لها حسن شغال مع ناس كبيرة في الآثار يعني. امه ساعتها من غير اي مقدمات راحت مصوتة. قلت لها بس وطي صوتك. قالت لي انت عرفتي ازاي الكلام ده، دي مصيبة. قلت لها وطي صوتك، انا مش عاوزة حد يعرف الموضوع ده خالص. امه ساعتها قالت لي مش هقول لحد، بس قوليلي، الموضوع ده خطر اصلا ومصيبة لو اتمسك فيه. قلت لها انا عارفة يا حماتي ان هي مصيبة، عشان كده جيت اتكلم معاكي، ده لو حد عرف هتبقى كارثة فعلا. فضلت ساعتها تقولي الموضوع يجيب فلوس، بس طبعا ده ممنوع وخطر وكارثة كمان. هو اكيد طبعا عشان ضغوط الحياة والمصاريف والغلا والضغوط العيال والكلام ده، اكيد فعلا حد هو اللي زن عليه في الموضوع ده، وحد يعني دخله من السكة دي وجر رجله في الموضوع. قلت لها انا حاولت معاه كتير وحاولت امنعه، بس هو ولا كأنه سامع ولا شايف غير اللي في دماغه وبس. امه ساعتها قالت لي خلاص انا هتكلم معاه بس بيني وبينه. قلت لها لا طبعا، اوعي، حسن لو عرف ان انا قلتلك حاجة ساعتها هيعمل معايا مشاكل، وانتي منرضكيش ان البيت يتخرب. وبعدين بقولك هو شغال مع ناس كبيرة، ناس كبيرة قوي كمان، لو حد فيهم عرف ان حسن طلع سرهم ممكن يأذوه. ساعتها امه فعلا خافت وفضلت تعيط وتقول ربنا يستر، ومنه لله اللي فتح عينه على السكة دي. ساعتها انا مشيت من عند امه وانا متوقعة ان اللي انا عاملة حسابه هيحصل، وامه طبعا اتكلمت مع حد. في نفس التوقيت عماد اقنع حسن انهم يحفروا في الارض بتاعتنا، بس حسن كان خايف وقلقان. بس عماد فضل يقوله ان الارض بتاعتك وهي وانا كشفت عليها ومليانة الحاجات دي، وبعدين ما تخافش يعني، دي ارضك ومحدش هيشك اصلا في حاجة ولا حد ليه عندنا حاجة. وبدأوا فعلا كل يوم والتاني يحفروا، والناس شايفاهم وعادي، محدش شك ولا حد اتكلم، لحد ما الحد اللي ام حسن حكت له ده بدأ ان هو يتكلم في القرية. ساعتها الموضوع بدأ ينتشر ان حسن شغال في الآثار عشان مراته عايزة فلوس كتير، وهو مش مكفي طلبات البيت ولا طلبات مراته وعياله. طبعا انا كنت مظلومة في الموضوع ده، انا ماليش يد اصلا بالموضوع ده. هو الكل بقى يلسن عليا بالكلام ويتكلم، والكلام طبعا كان بيوصلني وبشوف نظرات الناس الوحشة ليا، لحد ما في يوم حسن نزل الأرض زي كل يوم، وأنا كل يوم
بروح وراه بالاكل يعني. اليوم ده رحت وراه بس ما لقيتوش. رجعت البيت تاني وقعدت شوية، وعلى العصرية كده رحت واخدة الاكل ورايحة تاني، بس برضو ما لقيتوش لحد بالليل. اليوم ده هو ما ظهرش. ساعتها انا قلقت، قمت لبست وطلعت اجري على امه. سألتها: هو حسن ما عداش عليكي النهارده؟ قالت لي: لا، ليه، في ايه؟ قلت لها: مش عارفه، هو من الصبح مختفي ومش ظاهر في الارض اصلا. قالت لي: يمكن راح لحد كده ولا راح كده. قلت لها: مش متعود يسيب الارض من غير حد يكون قاعد فيها. فضلنا ساعتها نرن على رقمه، التليفون بيرن ومش بيرد. وقتها قلقنا اكتر، بالذات امه. قالت: انا قلبي مقبوض. في نفس التوقيت عماد كان اختفى هو كمان. هو انا قاعده مع امه، لقينا التليفون بتاع بيتها بتاع الارض بيرن. ولما هي ردت كانت المفاجأة بقى لما لقيت حد بيطلب منها ان حسن هيرجع، بس مقابل فدية مبلغ معين يعني. ساعتها امه استغربت قوي، لان دي كانت اول مرة تحصل حاجة زي كده، وحد يتخطف وكمان يتطلب فدية. الموضوع كان غريب علينا جدا. ساعتها فضلنا قاعدين انا وهي وبنفكر هنعمل ايه. وبعد حوالي ساعتين لقينا تليفوني انا كمان بيرن من رقم حسن، ولقينا نفس المكالمة من شخص غريب، هو برضه طالب فدية عشان حسن يرجع. الموضوع كان جديد علينا وغريب جدا. امه قالت لي: رني يا بنتي كده على الرقم تاني، يمكن هيرد عليكي حسن ان شاء الله، يكون عامل فينا مقلب ولا حاجة. فضلت ساعتها رن على رقمه، لقيته برضه بيرن وما بيردش. وبعد ساعة بالظبط رقمه راح مقفول. وقتها امه قالت لي: لا، انا كده قلقت، الموضوع فيه الموضوع فيه سر غريب، احنا لازم نبلغ. بس عشان انا طبعا كنت عاملة كل حسابي على كل حاجة زي ما قلتلكوا، وبحب اعمل كل حاجة مظبوطة، قلت لها ما ينفعش البلاغ قبل ما يعدي 24 ساعة، ولو يومين كمان يكون احسن. وساعتها فضلت بايتة عندها. وتاني يوم كانوا اهله بقى كلهم حسوا، واهل القرية والكلام ده كلهم حسوا ان حسن مش موجود. وكله فضل يقول ان احنا لازم نبلغ، وانه كده عدى خلاص 24 ساعة ولازم نبلغ. وفعلا قلت لهم خلاص هروح ابلغ فعلا. كمان محدش فيهم، عشان محدش فيهم يشك فيا، رحت فعلا وقلت في البلاغ ان جوزي اختفى من امبارح، واحنا مش عارفينه راح فين ولا عارفين نوصله. واهله ساعتها كانوا منبهين عليا ان انا كمان ما جيبش موضوع سيرة الاثار، عشان لما يرجع يعني وكده ما يبقاش عليه قضية ويتحبس واي حاجة. بس اول ما قلنا موضوع الفدية ده الشرطة استغربت جدا، وقعدوا يقولوا: ازاي يعني ايه فدية؟ هو مزارع غلبان زي حسن محلتوش غير بيته وارضه، يتطلب منه فدية بالرقم ده ليه؟ ويتخطف ليه اصلا؟ وساعتها نظراتهم كلها ليا كانت كلها شك، وفضلوا ساعتها يسألوني ويضيقوا عليا في الكلام، وانا فضلت احلف ان انا فعلا ما اعرفش حاجة، ولا اعرف اصلا مين اللي خطفه، ولا اعرف اي حاجة عن قصة الخطف دي. وطبعا عشان انا بجد ما اعرفش حاجة كان باين عليا قوي ان انا صادقة. عشان كده انا قلت لعماد من الاول مش عاوز اعرف اي حاجة خالص عن التنفيذ، عشان اعرف يبان عليا ان انا بجد صادقة وما كنتش اعرف حاجة. عمركم شفتوا ذكاء باكتر من كده؟ بس ذكاء في الشر. ولما سألوا عني ساعتها اهل القرية، الكل قال ان انا محترمة واخلاقي كويسة ومحدش شاف مني حاجة وحشة خالص. وطبعا كل ده عشان انا بعمل كل حاجة بحساب، ما تخليش حد يشك فيا، ولا حد يشك ان انا بعمل حاجة اصلا، ولا يمسك عليا غلطة. بعد كده رجال الامن جابوا سجل المكالمات بتاع تليفون جوزي، وساعتها لقوا مكالمتين اتعملوا من رقمه، مكالمة لتليفوني ومكالمة لرقم البيت عند مامته. وكل مكالمة فيهم كانت طالعة من محافظة شكل، يعني محافظات مختلفة. وفي مكالمة تانية قبلهم بس مدتها تعتبر ثواني لرقم غريب
ولما بحثوا عن الرقم ده طلع صاحب الرقم عماد. ساعتها بدأوا يسألوا عن عماد، مين عماد ده؟ ولما عملوا تحرياتهم عرفوا ان هو اقرب صاحب لحسن، وعرفوا ان هو برضو مختفي من ساعة ما حسن اختفى. في الوقت ده انا كنت مخوفة اهل جوزي جدا ان محدش يروح القسم الفترة دي، عشان محدش يغلط يعني ويقع بالكلام ولا يجيب سيرة موضوع الآثار. بس للحظ بقى الموضوع كان منتشر في القرية زي ما قلتلكم، ووصل للشرطة من بره. وساعتها شكوا في اختفاء عماد كمان. هو جابوا الرقم وعملوا له تتبع لحد ما وصلوا لمكانه، وراحوا ساعتها جابوه. ومن اول ما هو شافهم وهو بان عليه التوتر وخاف جدا، هو بان عليه ان في حاجة هو مخبيها. وبنظراتهم اللي دايما مش بتكذب شكوا فيه وفي التحقيقات فضلوا يضغطوا عليه ويزنقوا عليه في الكلام لحد ما هو اعترف ان حسن ميت من اول يوم اختفى فيه. وقال كمان على كل حاجة بينا، هو قال ان انا عارفة كل حاجة من قبل ما يعمل كده في حسن اصلا. ساعتها انا فضلت اعيط واصوت واقول لهم ان انا معرفش حاجة اصلا، ده كداب. وساعتها هو قال ان هو ضربه على راسه، ولما اتأكد ان هو مات حطه في الحفرة اللي كانوا بيحفروا فيها في الارض. وقال ان انا شركته في ده وان انا عارفة كل ده. وقال كمان ان هو جاب لي قرص ممنوع عشان احطه في العصير لحسن، يعني عشان اسهل عليه ان هو يخطفه ويضربه وكده. بس انا فضلت اقول ما حصلش، وقلت انا كنت عارفة ان هما شغالين مع تجار كبار وفي مشاكل معاهم، وكنت فاكراهم مع التجار دول، عشان كده انا ما مرضتش اقول نقطة زي دي في التحقيقات. لكن ما عرفش ان هو عمل كل ده في حسن. وساعتها النيابة صدقتني عشان ما فيش دليل واحد ضدي. بس في يوم المحاكمة عماد اتحكم عليه بالإعدام وانا اخدت براءة. ساعتها عماد فضل يصرخ ويقول اني شركته، وقال تاني على موضوع القرص ده. وساعتها اتفتح التحقيق من تاني وحولوا الجثة للطب الشرعي، اللي ساعتها الطب الشرعي قال ان مفيش اي اثار لاي مخدر في جسم حسن. ساعتها عماد كان مصدوم وبقى في حالة صعبة جدا، وعمال يقول هي اللي خططت لكل حاجة وهي السبب في كل ده، هي تاخد براءة وانا اخد اعدام. بس بصراحة انا فعلا عماد عطاني القرص، بس انا ما حطيتش حاجة عشان خفت يحصل في الامور امور والموضوع يتكشف، وخفت رجلي تيجي فيها. هو انا فعلا اللي كنت عاملة حسابه حصل. هو فعلا عماد اعترف عليا وقال الكلمتين دول، هو انا فعلا اللي كنت طالبة منه القرص ده. بس انا ما عملتش كده، وهو اللي انا كنت خايفة منه حصل، وفعلا ادي اعترف عليا وقال ان انا كنت انا اللي طالبة منه ده، وكان هيوديني في داهية معاه. وعملت كل ده عشان ابان قدامهم ان انا متفاجئة يعني، وكأني معرفش حاجة اصلا. بجد انا فعلا اخدت براءة، بس انا عايشة شبه ميتة باحساس الذنب والظلم اللي اكيد هيتردلي من ولادي او من اي حد تاني. انا ظلمت حسن وضيعت عماد اللي من الاول كان المفروض اخلي فيه حدود للتعامل بينا. بجد لو كنت اتحكم عليا باي حكم زيه كان اريح لي من اللي انا فيه دلوقتي. كفاية نظرة الشك اللي اهل القرية بيبصوها ليا، واهل جوزي اللي شاكين فيا وفعلا اني سبب في موت ابنهم. وطبعا ولادي لما يكبروا اكيد هيسمعوا الكلام ده عني، الا الله اعلم وقتها رد فعلهم هيكون ايه بالظبط عليا. ما كنتش مصدقة ان كل اللي ما بينا هينتهي بجريمة. ما كنتش عارفة ان اللحظة اللي صدقت فيها احساسي هتكون هي نفس اللحظة اللي ضيعت فيها كل حياتي. مفيش يوم بنام فيه مرتاحة، بقيت بخاف انام اشوف الكوابيس اللي بتطاردني. اللي كنت فاكراه حب عمره ما كان حب، ده كان ضعف وامتحان وانا فشلت فيه.
اتعلمت منه ان الحنية اللي بتيجي من باب الغلط عمرها ما بتداوي، بالعكس دي بتكسر كل حاجة جوايا. ولو رجع بيا الزمن كنت هبعد عن النظرة، عن الكلمة الحلوة من الشخص الغلط. بس خلاص، للأسف مفيش رجوع. جوزي راح وضميري مات معاه. هو أنا بقيت الحكاية اللي الناس بتحكيها عشان أعلم الناس إن الخيانة مش حب، وإن السر اللي بنخبيه عمره ما هيفضل مستخبي كتير. ودي كانت قصتنا النهاردة، قصة حقيقية وحصلت بالفعل. بتمنى ان هي يكون فيها اي عبرة، فيها استفادة من اخطاء الغير. واشوفكم على خير في قصة جديدة. باي باي.